كان عندي بنتين في الجودو، شروق واحلام، دول انضموا لمنتخب مصر. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم من جديد ونستقبل ضيف غالي عزيز علينا، الكابتن عبد اللطيف الدوماني، كابتن نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق والمدير الفني لنادي نابورو. اهلا بك يا كابتن ومشرفنا النهارده في ملعب المظالم. اهلا بك كابتن طارق، اهلا كابتن محمد، كل سنه وانتم طيبين ومبروك على العوده الجميله دي، وان شاء الله مزيد من التفوق والتالق ان شاء الله. شرفنا يا كابتن. كابتن عبد اللطيف، انت منورنا ومشرفنا في ملعب المظالم. دايما كابتن عبد اللطيف الدوماني تخصص صعود، لك تجارب عديده مع انديه عديده، اخرها العام الماضي مع بيلا صعدت بهم للقسم الثاني، وايضا العام السابق كان مع نادي الزرقاء وانديه كتيره جدا. يعني معروف عن الكابتن عبد اللطيف الدوماني تخصص صعود. قول لنا، يعني عاوزين نعرف كده يعني بدايات الكابتن عبد اللطيف الدوماني وهو لاعب صغير كده ناشئ، ووصل لنادي الزمالك ازاي، ومثل مصر ازاي، ولعب في أندية عديدة. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بدايه كاي لاعب ناشئ في صفوف نادي غزل المحله، تدرجت من قطاع الناشئين، يمكن وانا كنت صغير جدا عندي 10 سنين. الحمد لله. يعني كنت انا منتمي لنادي غزل المحله طبعا انتماء كبير جدا وما زلت طبعا. كنت بحب النادي طبعا، وكنت في نجوم كبار جدا كان مثل اعلى ليا، كنت اتمنى ان انا ابقى زيهم. فالحمد لله يعني كانت الدوافع عندي موجوده والطموح موجود وكان العزيمه موجوده، فبالتالي لما بنجتهد ربنا بيدينا الحمد لله. يعني تدرجت في قطاع الناشئين لغايه سن 17 سنه. صعدت فريق اول سنه 95 مع الالماني بيتر شتوب وكابتن شوقي غريب، ويمكن كان اول بطوله ليا في بطوله عربيه كانت كبيره جدا، كانت في تونس وكانت بطوله رسميه. وقدر غزل المحله يمكن اول مره في تاريخه يحصل على المركز الثالث في البطوله دي، والحمد لله كنت انا صاحب هدف في التاهل للدور قبل النهائي. بعدها انضميت لنادي الزمالك، طبعا برضو يشرفني، طبعا كنت في نادي الزمالك نادي كبير واحد قلاع الرياضه طبعا في مصر والشرق الاوسط. لعبت 4 مواسم في نادي الزمالك، حققت 8 بطولات. الحمد لله. يعني يمكن فتره كانت ممكن تكون قليله شويه عشان الاصابه واعتزلت بدري جدا. وبرضه ما انساش ان رحت نادي، يعني الانديه الكبيره في مصر، نادي حرس الحدود، لعبت نص موسم هناك وحرزت برضه 10 اهداف. فالحمد لله دول الثلاث انديه اللي لعبت شرفت ان لعبت بيهم، زائد طبعا منتخبات الناشئين والشباب والاولمبي والاول. الحمد لله كنت هداف منتخب الاولمبي على مدار تاريخه الحمد لله. شاركت في بعض المباريات في الفريق الاول، فالحمد لله يعني مسيره اعتقد الحمد لله يعني ناجحه في سن يمكن القصه كلها لم تتجاوز ال10 سنين كوره. فالحمد لله يعني راضي باللي ربنا كاتبه، وكان فتره وعدت وبعدها بقى تركيزنا كله كان في قصه التدريب، والحمد لله ما زلنا فيه يعني. كابتن عبد اللطيف الدوماني، حضرتك المدير الفني لنادي نابورو، عملت ماتشات وديه على اعلى مستوى، حطيت ايديك على نقاط الضعف والقوه في نادي نابورو، ثبت التشكيل في المباراه الاخرانيه. قول لنا ايه اخر استعدادات للنادي مياه الدهليه ان شاء الله في بدايه الدوري ان شاء الله السبت الجاي؟ يعني الاول طبعا انا بشكر كل الانديه اللي انا كنت فيها اخرهم نادي بيلا طبعا المحترم، ونادي بني عبيد، ونادي دمياط، ونادي الزرقاء، ونادي سمنود. مش عاوز انسى طبعا النادي الكبير غزل المحله، مش عاوز انسى طبعا، وفي الزعفران وفي شيكو، كل الانديه طبعا لها معزه عندي. اخر نادي كان نادي بيلا، يعني الحقيقه يعني قضيت موسم اكثر من رائع. يمكن الفريق الاول على مستوى جمهوريه مصر العربيه تمام. من حيث الارقام، من حيث الاهداف، من حيث عدد الفوز، من حيث عدد الهزيمه. الحمد لله كان موسم استثنائي جدا بفضل طبعا مجلس الاداره المحترم وجمهور بيلا الكبير. الحقيقه يعني سند كبير جدا لنا كجهاز وكلاعيبه. بعض اللعيبه كلها كانت محترمه جدا، جهاز فني وطب واداري على اعلى مستوى. الموسم ده ما يختلفش الوضع، بل بالعكس. يعني مش عايز اقول سن الامكانيات الماديه ومتوفره عند نادي نابورو، جهاز مجلس اداره، يعني مش بجامل، حدث ولا حرج، وكلكم تعلموا طبعا. ناس محترمه جدا وناس قامات كبيره جدا في الكوره وفي الاخلاق وفي الاحترام وفي المصداقيه. الحمد لله يعني عملنا فريق كويس، عملنا فريق محترم. لم يبخلوا علينا في اي دعم، في اي لاعب كنت بطلبه كان بيجي، اي معسكر، اي حاجه في لائحه لبس، بالحقيقه يعني ما بيخلوش علينا خالص. ودايما وابدا بقول ان شاء الله نكون عند حسن ظنهم كالعاده. يعني عملنا فتره اعداد طبيعيه جدا، وتخللها معسكرات بدنيه، وفي بعض الماتشات الوديه طبعا لعبنا 19 مباراه تحديدا. يعني طبيعي اخسر وطبيعي اكسب وطبيعي اتعادل.